عمرك دخلت اوضه كده وانت داخلها تنسى انت كنت داخلها ليه اصلا؟ او انت رايح تشتري اي حاجه من اي مكان تنسى انت رايح تشتري ايه اصلا؟ او حتى تكون بتدور على موبايلك وانت ماسكه في ايدك. النسيان ده بقى جزء من حياه كل واحد فينا، ده حتى في ناس اتعودت عليه. بس صدقني في الفيديو ده في مهاره بسيطه هتخليك تفتكر اي حاجه بعد كده ومش هتعرف تنساها تاني، والمهاره دي اسمها القصر الذهني. وده هيكون الفيديو التاني اللي هنتعلم فيه المهارة دي. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان الفيديوهات التانية اللي هننزلها في السلسلة دي تقدر تكون متابعها. وبس كده يلا بينا نبدأ الفيديو. النسيان مش دليل ان دماغك ضعيفة، بالعكس ده حاجة طبيعية جدا. يعني مثلا واحد نسي مفاتيحه جوه البيت ورفع عليه، او واحد داخل يذاكر وذاكر بس نسي اللي هو ذاكر. انا بكلمك عشان احنا اصحاب وحبايب واخوات من زمان. خلاص انا عايز انهي العلاقه دي يا زمزم. وده كله علشان ما طبقش الطريقة اللي هنتعلمها في الفيديو ده. والسبب ان العقل مش معمول عشان يحفظ جملة ناشفة، لا، العقل بيحب الصور والمشاهد، ان انت تديله كل حاجه عايز تحفظها في نظام صور او مشاهد تقدر ترجع لها بعد كده وتفتكرها. وبكده العقل صعب ينسى اللي انت عطيته له. الفكره بحاجه بسيطه قوي اسمها القصر الذهني، ودي مهاره كانوا بيستخدموها الفلاسفه زمان. بكل بساطه اي معلومه عايز تفتكرها حطها في حته او تخيلها في حته انت حافظها كويس. يعني مثلا انت ذاكرت مساله مثلا في الرياضه ومش عايز تنساها، او ذاكرت معلومه في العضويه مش عايز تنساها. يعني مثلا اوضه نومك هتقول مثلا في اوضه نومي دي اتخيلت كذا 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 في الحته دي، وبكده انت كونت صوره كامله يقدر عقلك ياخدها ويحفظها. ودي بكل بساطه الطريقه اللي كانوا بيستخدموها الفلاسفه زمان عشان يحفظوا الخطط بتاعتهم. خلينا نجرب مع بعض. مثلا انت رايح تشتري طلبات، كتاب، لبن، سماعه، موز، اي حاجه مثلا انت رايح تشتريها. هتتخيل صوره في دماغك ان مثلا اللبن، ان في بقره واقفه قدام باب الشقه بتاعتنا وبتوزع لبن للاطفال. ده تخيل في دماغك، وبكده انت دماغك حفظت المشهد ده. او الموزه طالعه من الفرن عملت نفسها فرخه، او سماعه بتطير في الشارع وبتغني مهرجانات كده يعني، او كتاب قاعد بيتفرج على تلفزيون. دي كلها صور تخيليه انت كده خدتها وقلت لعقلك يحفظها عنده. وبكده لما تيجي تسترجعها بعد كده العقل مش هيديك جمله كامله، لا، هيديك صورة أو مشهد تسترجع له وتفتكر اللي أنت كنت عايز إيه. والطريقة اللي أنا قلت لك عليها دي تقدر تجربها على أي حاجة، مش لازم طلبات بس، مثلا مذاكرة أو شغل أو حاجة أنت عايز تعملها في اليوم. دي الطريقة الأنسب اللي تقدر تطبقها عشان تعرف تفتكر الحاجة دي. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ الخلاصة يعني إن النسيان مش عيب، ده حاجة طبيعية، بس انت كنت بتدي عقلك المعلومة بالطريقة الغلط. بس بعد الفيديو ده انت طبعا عرفت ازاي تحفظ المعلومة بكل سهولة. جرب القصر الذهني وهتدعي لي. وايه بس كده، وده يكون الفيديو الثاني من السلسلة اللي احنا عاملينها كل يوم مهارة جديدة. ولو عجبتك السلسلة دي ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب في القناة وتفعل زر الجرس عشان لما نعمل فيديوهات تانية الفيديوهات دي توصلك. وايه بس كده، سلام.